هاي الوصفة من الوصفات اللي لازم تحفظوها وتجربوها، بنات ما تتخيلون ايش قد طلع طيب. كباب بالخضروات، طعم الكباب والخضروات هيج أكلة فخمة لازم تجربوها. بالبداية مجموعة من الخضروات مثل ما تشوفون باذنجان وفلفل وبصل وثوم، راح أخلي على الثوم شوية من زيت زيتون وأدخل الفرن على درجة حرارة 250 إلا أن يستوي عندي الخضروات. طبعا أنا ثقبت الخضروات. بعد ما يطلع من الفرن مثل ما تشوفون أغطيه بالسيليفون 10 دقائق، يسهل عندكم كلش التقشير. بعد ما قشرت كل الخضروات ممكن تثرموها بالسكين، او انا راح اسويها بمحضرة الطعام بس لا تثرموها كلش ناعم. اخلي ملعقتين من زيت زيتون، 3 ملاعق كبار من الطحينية، وممكن تستغنون عنها بس تنطي نكهة كلش طيبة، ملح وفلفل اسود على الوجه. بالنسبة لخلطة الكباب راح اخلي لحم مفروم وحبة من البصل مقطعة ناعم وبقدونس وملعقة واحدة من الطحين وملح، وراح اعجنها كل زين واشيشها واخليها بصينية الشوي بالترتيب اللي يعجبكم. بعدها داخل الفرن على درجة حرارة 250 أعلى وأسفل، أو تقريبا 25 دقيقة. أن تظلوا راقبوه باستمرار. بهاي الأثناء أني عاجنة عجينة، راح أكتب لكم مقاديرها جوا بصندوق الوصف، بس هي عجينة خبز عادية. أفتحها بشكل رقيق، وأول ما يستوي عندي الكباب أخليها على وجه الصينية. أشيل الحواف وأمسح وجهها بالبيض والسمسم، هو شي اختياري، وأرجعها للفرن إلى أن تستوي الخبزة من فوق وتصير بهالشكل. وبس والله بنات كانت تجنن، جربوها وادعولي، وعلينا وعليكم بألف عافية.